أشياء كثير. أنت وش اللي مو بشائك عندك؟ لا بس لأن بالفعل يعني موضوع هذا اللي يثير التعصب. لما يجي سين من الناس ويطرح قضية لأنها ضد نادي معين، هذا هو الحياد. ولما يجي صاد من الناس ويتكلم عن نفس القضية ضد نادي آخر، هذا تعصب، لا تتكلمون فيه، أنتم متعصبين، أنتم محتقنين. تقصد شيء بأستاذ عبد الله فلاتة ولا؟ لا 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 لا. أذكر بعض الإعلاميين المهتمين بالشأن الهلالي. طبعا على فكرة أنا كنت موجود في المنصة. طيب، وشفت اللي حصل وسمعت بعض الألفاظ. وش أقول لك؟ أنا ما راح، ترى على فكرة الألفاظ هذه تمثل الشخص، ما تمثل مدرج الهلال. أنا حتى كتبتها في تغريداتي. بعض الألفاظ هذه ما تمثل مدرج الهلال، صحيح، تمثل كل شخص ومدى تربيته. سمعت ألفاظ والله لو قيلت لأكثر شخص حلم أمامه وهو جاي صاعد بعد مجهود بدني بذل 120 دقيقة أو أكثر وأعصاب وأقل حاجة اللي بيجيه، أقل حاجة بيجيه كف، أقل شيء فعل خطأ، ولكن أنك تجيني وتستفزني على بعد أنا أبعد منك شبر واحد. طبعا اللي حصل هذا كله تتحمل الرئاسة العامة. أنا أحمل الأمير عبد الله بن مساعد، هو شخصيا اللي صار هذا كله هو اللي يتحمله. طيب ليش ما تحمل إدارة الملعب؟ ليش رحت على طول للدوري؟ اسألني ليش؟ إدارة الملعب هي المعنية. لما حصلت حادثة مباراة الهلال والسد القطري، حادثة الماء، أصدر الأمير عبد الله بن مساعد القرار الكبير بإبعاد مدير ملعب استاد الملك فهد، وفتح تحقيق في الموضوع. قلنا بيض الله وجهك، ما قصرت. في مباراة آسيوية، في مباراة يحضرها خادم الحرمين الشريفين، طريقة صعود اللاعبين طريقة بدائية. يعني وش أقول لك؟ منظر ما كان منظر حضاري. طيب تسمح لي، هذه وضحت فكرتك فيها. طيب خليني أتداخل معك فيها. ليش أنا أقول لك تتحمل الرئاسة؟ لأن الرئاسة في النهاية هي معنية بالملاعب. أنت مو بس رئاسة، أنت حطيتها، أنت عينتها الأمير عبد الله مساعد. من الرئيس العام. متأكد أنه هو؟ من الرئيس العام. طيب أنت متأكد أنه هو اللي وجه الاتهام؟ أنت ما يعني تجاوزت حتى إدارة النادي، إدارة الملعب. طيب إدارة الملعب أنا مرة ثانية لا نتحدث بلسان. يا حبيبي علي، يا حبيبي علي، واضح يا حبيبي علي، اسمعني خليني أقول لك واضح. طيب انك ما انت بعارف التسلسل الاداري في ما يخالف، يمكن ما بعرفه، بس خليني ارد عليك. طيب الملاعب مسؤوليه، خليني بسالك، ما ارد عليك، مسؤوليه مين؟ الملاعب لها مظله. الملاعب من مظلتها؟ علمنا من الرئاسه العامه. طيب ما قصرت. طيب انا قاعد اقول لك هي في النهايه. طيب انا اللي انت رحت على طول للنهايه. دقيقه الله يرضى عليك. للنهايه. ليش رحت للنهايه؟ خليني اقول لك ما يخالف. أعلمك ليش رحت للنهاية. لأن الأمير عبد الله بن مساعد طيب يبدو لي أن إلى الآن مو قادر يتخلص من قضية أنه كان رئيس نادي الهلال أو عضو شرف نادي الهلال. هذه شوف ظنون. حبيبي علي أنا آرائي، أنا شوف حبيبي علي ما أتحكم بآرائي. طيب اصبر، ما أتحكم بآرائي، بالعكس أحطها فوق راسي. خلاص بس ناقشني، لكن ما تقول هذه ظنون وهذه. احنا من جلسنا وانت اي شيء في الهلال هذه ظنون بالهلال. يا ابن الحلال يوم تظن بحد الان تظن بالرئيس. البس شماغ ازرق وابيض وعشان اعجبك ويعجبك طرحي. ماني برد عليك. خليني اقول لك انت برد على شيء. دقيقة بس بسمع منك الوقت كله لكم، بس انا عقلتهم ولا حتى ابدي رايي. انا بس بسالك سؤال. بسألك سؤال، وجهة نظرك اقول لك حاجه. الأمير عبد الله مساعد حب يتدخل الان، حب يتكلم. انا لن ادافع، وهو مفترض يعني اتمنى من الاخوان فعلا اذا كان في اتصال توضيحي من صاحب السمو الامير عبد الله مساعد يوضح في الموضوع هذا. لكن انا اقول موضوع طيب يعني سهل جدا. طيب قل لي ليش سهل جدا. خليني اقول لك يا ابن ما قلت ترى كلمتين على بعض او 3 كلمات على بعض. تفضل. وانا بقى معبر وجهة نظر، لكن بسالك سؤال. تفضل. التصرف اللي حصل تصرف فردي من لاعبين محترفين. ايوه. الجماهير اللي القت بالعبوات المويه اللي انت قلت قبل شوي على مستوى الجماهير. لا مش عبوات، الفاظ بذيئه. لا اللي وقت ما قال، تقول الموقف الاول اللي قال فيه مدير الملعب ما ألقت، حصل من جماهير. ما القت مويه، ما كانت تقول شو القت الجماهير يوم تلقي المويه. انت تتكلم الان على مستوى جمهور وافواج. التصرف اللي حصل الاخير من افراد 3. القضيه لا تتناقش فيها، الله يجزاك خير. الموضوع ما كان القاء. انا بردك على كلامك نفسه. تفضل.
ليش سبب الموقف الاول اللي تحدث فيه الموقف الاول كان في شركه اخذت حقوق بيع المويه ما باعتها بالطريقه الصحيحه، وتم تحميل اداره الملعب وصارت عطشانه الجماهير واشتكوا للامير عبد الله بن مساعد. الله يبيض وجهك على التوضيح هذا. توضيح ولا اروع منه. طبعا واضح انك معناته لا واضح، لا خله ما ادري عنه ولا ما ادري عنها انا، مو كل شيء بدري عنها انا. كل تفاصيل بدري عنها. انا بناقش على كلامك. الموقف هذا اللي انت تقوله اداره ولا في توزيع ماء ولا، هذا موقف من اداره الملعب نفسه. الموقف الاخير اللي حصل من عبد الله مساعد، لو انا مكانه فتح تحقيق، مع احترامي اقلته، فتح تحقيق، لكن اصبر بعطي فرصه عبد الله بس خليني اوضح هذا. الموقف الثاني هذا حصل من افراد، من 3 افراد من لاعبين النصر او حتى من لاعبين الهلال او حتى من لاعبين الهلال، يحسب عليهم هم. اسمع منك سيد عبد الله. لا لحظه حبيبي عبد الله، لحظه.